السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، والنهاردة هنشرح مع بعض تاني درس في التاريخ بعنوان محمد المولد والنشأة. تعال بقى هنعرف مع بعض امتى اتولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتى اصلا بتاكل حلاوة اللي اسمها حلاوة مولد النبي. وتعالى مع بعض نشوف متى ولد الرسول. ولد يوم الاثنين، يبقى ولد في يوم ايه من ايام الاسبوع؟ يوم الاثنين، الموافق كام؟ 12 ربيع الاول. يبقى الرسول ولد يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الاول عام 570 ميلاديا. تاني، يبقى متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يوم الاثنين الموافق 12 ربيع الأول عام 570 ميلاديا. بس ملحوظة، عام 570 اللي اتولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول عليه عام الفيل. يبقى عام 570 بنقول عليه عام الفيل. هيجي لك سؤال مهم جدا وهيقول لك بما تفسر يطلق على عام 570 بعام الفيل. تعال هقول لك، انت عارف ان دي الكعبة اللي موجودة في مكة المكرمة في السعودية؟ دي الكعبة كان حواليها شوية أصنام. فاكر في الدرس اللي فات كنت قلت لك هم بيعبدوا الأصنام، فكانوا بيجيبوا بعض الأصنام دي يحطوها حوالين الكعبة وكل الناس تروح تتعبد هناك. كان في بقى واحد اسمه إبرهة الحبشي. إبرهة إيه؟ الحبشي. إبرهة الحبشي ده أكيد حاكم الحبشة لأنه اسمه الحبشي. مع الحبشة كان بيحكم بلاد اليمن. يبقى إبرهة الحبشي حاكم اليمن والحبشة. إيه قصة إبرهة الحبشي ده يا مستر؟ تعال أقول لك. إبرهة الحبشي ده كان عامل كنيسة في اليمن. يبقى الكنيسة بتاعت إبرهة الحبشي كانت في بلاد اليمن. إبرهة الحبشي لقى كل الناس عمالة تروح على الكعبة ومحدش بيروح الكنيسة. كل ما يسأل حد يقول له تعالى خش الكنيسة وتعبد في الكنيسة، يقول له لا أنا رايح الكعبة. يا عم تعالى تعبد في الكنيسة، لا أنا رايح الكعبة. فإبرهة الحبشي مش هيسكت، فكر في فكرة وقال لك أنا لازم أهدم الكعبة دي. وفعلا لقيناه خرج بجيش كبير من الافيال، وعشان كده سميناه بعام الفيل. والافيال زمان كانت ضخمه كده، تخش على الحاجه تكسرها. فابرهة الحبشي خد مجموعه من الافيال وخد جيش يضم عدد كبير من الافيال واتجه الى الكعبه عشان يهدمها. طب ما تفكر معايا كده وقول لي، هي محاوله ابرهة الحبشي في هدم الكعبه نجحت؟ اكيد لا، بدليل ان الكعبه موجوده لحد دلوقتي. طب مين يا مستر اللي حماها؟ أكيد ربنا هو اللي حماها لأنها بيت من بيوت الله. يبقى مين اللي هلك جيش إبرهة الحبشي؟ ربنا. بدليل إن في آية في القرآن الكريم بتقول لك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حفظ الكعبة وأهلك جيش إبرهة الحبشي. عشان هيجي لك سؤالين بخصوص الرغي ده كله، هيقول لك بما تفسر سمي عام الفيل بهذا الاسم ليه؟ هتقول له لأن إبرهة الحبشي حاول هدم الكعبة بجيش كبير من الفيلة، لكن الله حفظ بيته وأهلك جيشه. السؤال الثاني بقى هيقول لك بما تفسر محاولة إبرهة الحبشي هدم الكعبة. إبرهة الحبشي عمل ليه؟ هتقول له لكي يصرف، يعني يبعد الناس عن زيارة الكعبة ويتجهوا إلى كنيسته التي بناها بأرض اليمن. يبقى تاني، لكي يصرف يعني يبعد الناس عن زيارة الكعبة ويتجهوا إلى كنيسته التي بناها بأرض الحبشة ولا اليمن؟ التي بناها بأرض اليمن. لو حطيت لك سؤال وقلت لك بما تفسر فشل محاولة إبرهة الحبشي، هتقول لأن الله حفظ بيته وأهلك جيشه. يبقى كده اتكلمنا عن عام الفيل وليه اتسمى بك. طب ما تيجي نكمل كلامنا عن سيدنا محمد. وعايز أقول لك إن سيدنا محمد ولد يتيما. ولد إيه؟ يتيما، يعني أبوه مات وأمه حامل فيه. وفعلا أبوه اسمه عبد الله. يبقى أبو الرسول اسمه إيه؟ عبد الله. أبوه عبد الله ده كان يعمل تاجر وكان في رحلة إلى بلاد الشام. تاني، يبقى أبوه اسمه عبد الله، كان يعمل تاجرا وكان في رحلة إلى بلاد الشام. وهو راجع من الرحلة دي تعب شديد جدا، واضطر بدل ما يروح على بيتهم اللي هو في مكة يقعد في يثرب.
يبقى قعد فين؟ في يثرب، وتعب تعب شديد وهو برضه في يثرب، ومات في يثرب، ودفن ايضا في يثرب. يبقى هاجي اقول لك دفن في مكة، غلط. يبقى كده ابوه عبد الله مات قبل ان يرى الرسول، وبعديها جه الرسول. طب فكر معايا كده، لما الرسول اتولد هل اهل الرسول هيفرحوا بمولده ولا هيزعلوا؟ ركز، فرح بمولده جده اللي هو اسمه ايه؟ عبد المطلب. يبقى جد الرسول اسمه ايه؟ عبد المطلب. يبقى عبد المطلب فرح بمولد الرسول. تقول لي ازاي يا مستر عبد المطلب يفرح بمولد حفيده اللي هو النبي وابنه لسه ميت؟ اقول لك لان عبد المطلب شاف ان ده عطاء من الله وتعويضا له عن فقد عبد الله. يبقى لو جيت قلت لك بما تفسر فرح بمولد الرسول جد عبد المطلب، هتقول لأنه كان عطاء من الله وتعويضا عن فقد أبيه. ولقينا ان جد عبد المطلب شال الرسول صلى الله عليه وسلم بإيده وبدأ يطوف به حول الكعبة. يبقى من الذي طاف بالرسول؟ جده عبد المطلب طاف به، وهو اللي سماه محمد. يبقى من الذي سمى الرسول محمدا؟ هتقول جده عبد المطلب. بس هيحط لك سؤال مهم جدا وهيقول لك بما تفسر سماه جده محمدا. عايز اقول لك ان كلمه محمد جايه من كلمه حمد، وكلمه حمد يعني شكر، وجده قال لك انا هسميه محمد عشان الناس تشكره في الارض وفي السماء. يبقى بما تفسر اسماه جده بمحمد، هتقول ليكون محمودا في الارض وفي السماء. تعال بقى نخش على تاني حاجه وهي نسب الرسول، وكلمه نسبه يعني نعرف مين ابوه ونعرف مين امه. تعال نشوف الاب مين. اكيد الاب اسمه ايه؟ عبد الله. ابن مين؟ ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن مناف، ويمتد الاسم إلى عدنان. مين عدنان؟ ابن إسماعيل. مين إسماعيل؟ ابن إبراهيم. يبقى احفظ اسم الرسول، هو اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف، ويمتد الى عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم. وعايز اقول لك ان اسم الرسول كبير جدا، اخر 3 اسماء فيه عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم. كده عرفنا اسم الاب. اسم الام ايه؟ اسم الام آمنة بنت وهب. اسم الام ايه؟ آمنة بنت وهب، ودي من خيرة قريش. تعال اقول لك بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما اتولد ما رضعش من امه. امال رضع منين يا مستر؟ رضع من واحده اسمها حليمه السعديه، وحليمه السعديه دي قاعده في الباديه يعني في الصحراء. يبقى الرسول اول ما اتولد قعد في مكه ولا في الصحراء؟ في الصحراء. طب اشمعنى يا مستر؟ اقول لك ان في الوقت ده كان من عادات اشراف مكه يودوا عيالهم يرضعوا في الصحراء. ده كله ليه؟ عشان يكتسبوا 3 حاجات. هيكتسبوا ايه؟ فصاحه اللسان، قوه البنيان، ورجاحه العقل. تاني، من عادات اشراف مكه يعني الناس الكبيره في مكه يودوا عيالهم وهم صغيرين يرضعوا في الصحراء. ده كله ليه؟ عشان الصحراء يقدروا يعلموهم فصاحه اللسان، لان معروفه ان البدو بيحافظوا على اللغه العربيه لانهم ما بيختلطوش اصلا بجنسيات اخرى، فمحافظين تماما على اللغه العربيه الفصحى، وعشان كده هيكتسبوا فصاحه اللسان. رقم 2، قوه البنيان. معروفه ان الصحراء كلها شمسه، والشمسه بتمد الجسم بالكالسيوم، يبقى هتبني جسم قوي، فبنقول عليها قوه البنيان. رقم 3، رجاحه ايه؟ رجاحه العقل. يعني ايه يا مستر رجاحه العقل دي؟ يعني الحكمه، وان هو يعرف يدبر نفسه وهو لوحده من غير ما يلجأ لحد. يبقى هيكتسب كام حاجه؟ 3، فصاحة اللسان، قوة بنيان، رجاحة العقل، وعشان كده بيودوهم يرضعوا في الصحراء. الرسول صلى الله عليه وسلم راح لواحدة اسمها حليمة السعدية. ليه بنقول عليها السعدية؟ لأنها من قبيلة بني سعد أو من ديار بني سعد. يبقى الرسول راح لمين؟ لحليمة السعدية. هيقعد معاها أول 4 سنين، وبعدين حليمة السعدية هتوديه لأمه اللي هي مين؟ آمنة. هيقعد مع أمه 2 وبعدين أمه تتوفى. طب تاني هيقعد مع أمه كام سنة؟ 2. هو قعد مع حليمة 4 ومع أمه 2، يبقى أمه توفت وهو في سن كام؟ في سن 6. مين بقى اللي هيربيه بعد أمه؟ أكيد اللي هيربيه جده اللي هو مين؟ عبد المطلب. هيقعد مع جده برضه 2 وبعدين جده هيموت. يبقى جده هيموت وسيدنا محمد في سن الكام؟ احسب بقى، 4 زائد 2 زائد 2 8. يبقى أمه ماتت وهو في سن 6، جده مات وهو في سن 8. مين بقى اللي هيربيه بعد كده؟ أكيد واحد من عمامه، وهو عمه مين؟ أبو طالب. يبقى مين اللي هيكفله بعد جده؟ أبو طالب. بعد ما أبو طالب خد الرسول ورباه، أنت تعتقد كده إن أبو طالب هيعامل الرسول معاملة وحشة؟ أبدا.
رغم ان ابو طالب كان كثير الابناء وفقيرا، خد الرسول ورباه احسن تربيه، بل احسن من اولاده. يبقى كان بيحب عن اولاده. انا قلت لك هو كان فقير وكان كثير الابناء. طب الرسول هيسكت؟ قال لك لا، انا لازم اساعد عمي. وفعلا لقينا الرسول وهو في سن الثامنة او ما بعدها بدأ يشتغل في حرفة. اعتقد معايا حرفة ايه؟ جدع، حرفة الرعي، لانه اصلا كان في البادية، لانه متربي في البادية. يبقى الرسول عمل بحرفة الرعي، بما تفسر ليساعد عمه ويخفف عنه العبء. ليه؟ لانه كان فقيرا كثير الاولاد. يبقى تاني، عمه ابو طالب فقير وكثير الابناء، عشان كده الرسول هيطلع يشتغل بحرفة الرعي ويساعده. يبقى لو جيت قلت لك بما تفسر عمل بحرفة الرعي، هتقول ليساعد عمه ويخفف عنه العبء، لأنه كان فقيرا كثير الأبناء. ومعروفة ان لما الواحد يشتغل اي شغلانة بيكتسب منها بعض الصفات. مثلا انا مدرس، اكيد اكتسبت بعض الصفات من خلال شغلة التدريس. الرسول لما يشتغل بحرفة الرعي هيكتسب بعض الصفات. زي ايه الصفات دي يا مستر؟ الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. يبقى من النتائج المترتبة على عمل محمد بحرفة الرعي ترتب على ذلك اكتساب بعض الصفات، زي صبر، تواضع، والشجاعة والرحمة والعطف. الصبر، انت شغال في حرفة الرعي فلازم تصبر على الغنمة عقبال ما تاكل. التواضع، اتخيل ان سيدنا محمد اللي من قبيلة قريش، اللي من اشهر القبائل في مكة، يشتغل بحرفة الرعي وينام جنب الحيوانات. طب ازاي يا مستر هيكتسب الشجاعة دي؟ قلت لك ان هو بيرعى بعض الأغنام، فممكن الأغنام دي حيوان مفترس يجي ياكلها. هل هيسيب الأغنام تتاكل ولا هيدافع عنها ويمشي الحيوان المفترس ده؟ أكيد يا مستر هيمشي الحيوان ويدافع عن الأغنام، وبكده اكتسب الشجاعة. طب إيه يا مستر الرحمة والعطف دي؟ معروفة إن هو بيرعى الأغنام، ومن الممكن مثلا الغنمة تتعب أو رجلها تتكسر فهو اللي بيعالجها، يبقى اكتسب الرحمة والعطف والصبر والتواضع والشجاعة. تعالى بقى هنخش على شباب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما كبر شوية مش هيشتغل شغلانة واحدة، هيشتغل بدل الشغلانة 2. هو هيدنه على حرفة الرعي، يبقى استمر الرسول بعمل في حرفة الرعي، وهيشتغل شغلانة أبوه اللي هو كان إيه؟ تاجر. يبقى استمر بحرفة الرعي وعمل أيضا بالتجارة، يبقى اشتغل بدل الشغلانة 2 في الرعي وفي التجارة. عشان هيجي يقول لك استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على حرفة التجارة فقط، غلط، على حرفة الرعي والتجارة. معروفة ان السن الشباب هو السن المراهقة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيعمل بعض الاعمال اللي كان بيعملها الشباب في الوقت ده هو هيعرف عنه العفة والطهارة ورجاحة العقل والامانة والصدق. يبقى عرف عنه كم حاجة؟ عفة، طهارة، رجاحة العقل والصدق والامانة. وعشان عرف عنه ده كله لذلك لقب بالصادق الامين. عشان لو جيت قلت لك من النتائج المترتبة على ان الرسول عرف عنه العفة والطهارة ورجاحة العقل والصدق والامانة، هتقول ترتب على ذلك لقبوه بالصادق الامين. طب هيعكس لك السؤال ويقول لك بما تفسر لقب بالصادق الامين؟ هتقول له لانه عرف عنه الصدق والامانة ورجاحة العقل والعفة والطهارة. اخر حاجة هكلمك عليها وهي سيدة جبنا سيرتها المرة اللي فاتت، وهي السيدة خديجة. وقلت لك انها كانت شغالة تاجرة ومن التجار الشاطرين جدا. ومعروف عن التجار انهم لازم يجيبوا حد يتميز بالامانة عشان ما يسرقش فلوسهم. السيدة خديجة بقى هي كانت شغالة تاجرة، سمعت عن الرسول لما عرف عنه بالعفة والطهارة ورجاحة العقل وايضا الصدق والامانة، فقالت ما فيش احسن من الرسول ان هو يتاجر بمالي بره. وفعلا ارسلت الى سيدنا محمد وقالت له انا عايزاك تطلع برحلة تجارية الى بلاد الشام. يبقى هيطلع برحلة تجارية الى بلاد الشام، بس السيدة خديجة هتبعت معاه واحد، وده كان شغال خادم يعني غلام عند السيدة خديجة، واسمه ايه؟ اسمه ميسرة. يبقى مين اللي هيصطحب الرسول في رحلة تجارية بتاعت السيدة خديجة؟ غلام السيدة خديجة وهو ميسرة. وفعلا سيدنا محمد هو وميسرة راحوا الرحلة التجارية دي، وسيدنا محمد طولت الرحلة التجارية ميسرة يتعجب من صفات الرسول. أنا طول عمري أسمع عن واحد اسمه محمد لقب بالصادق الأمين، بس أول مرة يشوف الرسول والصفات دي. وفعلا لما رجعوا بدأ يحكي للسيدة خديجة عن صفات الرسول، والسيدة خديجة أعجبت بالرسول، فهم
هما الاتنين اتجوزوا وهينجبوا لينا ولدين و4 بنات. تعال نشوف اسم الولدين واسم ال4 بنات. قال لك والله هينجبوا كام؟ ولدين، هما اسمهم ايه؟ القاسم وعبد الله. وهاجي اقول لك يبقى انجبوا كام؟ ولدان، القاسم وعبد الله. اما البنات 4 هي رقية وزينب وفاطمة وام كلثوم. تاني يبقى كام بنت؟ 4 بنات، رقية وفاطمة وزينب وأم كلثوم. أما الولدان هما عبد الله والقاسم. وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني في التاريخ. ولو عجبك الشرح ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني باللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الطلبة. واسيبك مع فيديو الأسئلة، لو حليته اعرف إنك تمام وخش على الفيديو اللي بعده أو ذاكر أي مادة تانية. وبكده أقدر أقول لك سلام.